السلام عليكم ومرحبا بكم عند خوتكم في قناتكم يوميات مشرفة تربوية. اليوم جيتكم بطبق جديد تانيك نطل به عليكم، واللي هو دجاج بالكريمة او بولي على كريم. وان بليس لا كريم وجدتها في البيت، يعني موجدة في الدار، ما تشقايش تشريها من برا. نبداو ان شاء الله. نقولوا بسم الله. الحاجه الاولى جبت كسرونه كيما شفتوا معايا، درت فيها 2 كيسان تاع حليب وزدت معاها 2 مغارف تاع فارينه. خلطت بارد في بارد وحطيتها. بعد ما تخلطت لي الفارينه مليح مليح حطيتها فوق النار كيما راكم تشوفوا معايا، وخليت الحليب تاعنا يتقال شويه. المهم عندك تحبسي تخلط وقعدي تخلطي في الفارينه مع الحليب حتى تحسي بلي الكريمه نتاعك بدات تتقال. زدت معاها فلفل كحل وشويه نتاع الملح، نحيتها من فوق النار وراكم تشوفوا معايا زدت مغرف كبيره نتاع زبده. والزبده كما راكم تشوفوا معنا منين الحليب راه سخون معناتها هي تذوبنا ليه نحطوها بجيه ونروحوا نقلعوا مع قطع الدجاج تاعنا. درت شويه نتاع الزيت وزدت معاها تاني الملح وفلفل كحل كيري دجاج. درت سكنجبير. درت مغرف كبيره موطارد. وبلا ما ننساو تانيك الثوم. خلطوا خواتاتي كل شيء مليح مع بعض. وكنت تانيك وجده المقله نتاعنا درت شويه نتاع زبده وزدت معاها شويه نتاع الزيت على الزبده باش ما تنحرقناش. وحطيت القطعة الدجاج تاعنا يتقلاو، وهكا نقعد نقلب فيهم على الجهتين ونخليهم يدوا وقتهم في الطياب. وهنا بعد ما دخلهم الطياب نحيتهم بجيه وفي نفس المقله وفي نفس الزيت. قطعت حبه نتاع بصل ودرتها تتقلى، خليته حتى يدبال مليح وزدت معاه لي شامبينيون. قليت كل شيء مليح مع بعض، ولي شامبينيون تاعنا تخليهم يتقلاو مليح مليح. ضفت معاهم شويه نتاع الملح وفلفل كحل، وزدت لهم الكريمه اللي كنت محضرتها من قبل وتانيك مغرف موطارد. وجبت تاني كريزي سكالوب تاعنا. خليتهم يتقلوا شويه مع بعض، والطبق تاعنا هكا يكون جاهز للتقديم. وهذا هو الشكل الاخير للطبق تاعنا نتاع اليوم. ان شاء الله يكون نال اعجابكم، وصح طبق يشهي وبنين بزاف. وصح طبق يستحق انكم تجربوه. وهنا نكون كملت مع خياتي، بصح عندكم تنساوني بلي جام، وعندكم تانيك ما تفكرونيش بلي كومونتير، وتانيك اللي ماش دايره ابوني دير ابوني. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.